هاي يا مساء الفل، يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. احب افكركم بالفيديو الاولاني اللي فيه الروتين الصباحي، علشان احنا النهارده هنتكلم على الروتين الليلي. الفيديو الاولاني هتلاقوه في الفيديوز عندي، او هتلاقوني حاطه لكم اللينك بتاعه في الكومنتس هنا في الفيديو ده. هتلاقوني حطيت لكم اللينك بتاع الفيديو الاولاني اللي فيه الروتين الصباحي، وفي ان انا خرجت من البيت خلاص وحطيت ميك اب وروحت البيت مسحت الميك اب وبجهز بشرتي للروتين الليلي اللي هنتكلم فيه دلوقتي. احنا بنعتني ببشرتنا من سن كام؟ يستحسن نعتني بيها من سن 20 سنة. من وانا عندي 20 سنة انا لازم اعمل روتين لبشرتي. فاحنا متفقين ان احنا مش بس عشان احنا عدينا ال 30 او ال 40 لازم نهتم، لا، من واحنا عندنا 20 سنة لازم يبقى عندنا روتين للبشرة. وخصوصا الصن بلوك هو الحاجة الوحيدة اللي هتحافظ على ان بشرتي ما تعجزش بدري، سواء بقى بقع او حبوب او التهابات، او ان انا يبقى عندي تجاعيد. وده كل الحاجات دي بسبب ان انا ما بحطش صن بلوك من زمان. فلو انا بحط صن بلوك من زمان، من وانا عندي 20 سنة، بشرتي هتقعد معايا وقت اطول وهحافظ على نضارتها لوقت اطول بكتير. الحركات التعبيرية زي ان انا اضحك، دي بتأثر على الرينكلز او التجاعيد بتاعت تحت العين وبتطلع لي الخطوط اللي هنا. المفروض ان احنا لو اهتمينا ببشرتنا برضو من زمان، رطبناها كويس وغذيناها كويس، فحتى مع الحركات التعبيرية هتكون اقل بكتير من الناس اللي عندها حركات تعبيرية كتير بوشها بس بشرتها ناشفة ومش مترطبة. فلو انا من وانا صغيره، من وانا عندي 20 سنه، اهتميت ان انا احط صن بلوك، ارطب بشرتي، اغذيها بحاجه، الكلام ده هيفرق جدا في التجاعيد وفي ان انا بشرتي ما تعجزش بسرعه. طيب نروح بقى للروتين الليلي. روحنا البيت حاطين ميك اب او مش حاطين؟ اذا حاطين يبقى لازم هنشيل الميك اب بميك اب ريموفر كويس، وانا قلت لكم على ده قبل كده. ده كان من ايفا، كويس قوي وسعره كويس قوي. منتجات ايفا كويسه وهايله واسعارها برضو هاديه جدا. حاطه او مش حاطه، ده من بايوديرما. هبقى حاطه صن بلوك، فالصن بلوك بيلم تراب وبتبقى بشرتي بقى ملزقه وكل حاجه، فانا لازم انضف بشرتي كويس قوي، سواء بميك اب ريموفر او بالميه دي اللي بتبقى موجوده في اكتر من ماركه. ده بايوديرما هايل وممتاز. اوكي، كده انا خلاص مسحت الميك اب او نظفت بشرتي كويس قوي من بواقي الكريم وبواقي الروتين بتاع الصبح والميك اب. ولو حاطه بقى كمان فاونديشن بتبقى كارثه، فلازم اشيل كويس قوي الماسكارا واشيل كل الحاجات الكحل وكل الحاجات شيلها كويس قوي قوي قوي. بس مش هعتمد على ان انا شلتها بالميك اب ريموفر وابتدي بقى ما اغسلش وشي، لا، هروح بسرعه على الغسول واغسل وشي. الغسول ده بالنسبه لي ممتاز، ده نيتروجينا وبيمشي مع كل انواع البشره وخفيف جدا ولطيف جدا، وبرده من الحاجات اللي سعرها كويس جدا، فده بيمشي مع كل الناس وممتاز ممتاز ممتاز. خلاص غسلت بشرتي كويس جدا، لازم دلوقتي ابتدي احط لها شويه حاجات بقى علشان اغذيها واخليها كده جاهزه لانها تنام وتاكل بالليل وهي نايمه. في المرحلة دي بقى عندك اختيارات كتيرة جدا. طبعا بيحددها فلوسي قد ايه، هصرف على بشرتي قد ايه، معايا فلوس اجيب ايه وما اجيبش ايه الحاجات الكويسة بس اسعارها كويسة. فعندنا اختيارات كتيرة جدا، مفيش حاجة معينة هفضل ماشية عليها طول حياتي. ممكن الفترة دي ابتدي اغذيها بالحاجة دي والفترة دي اغذيها بالحاجة دي، او انوع مرتين في الاسبوع من ده ومرتين في الاسبوع من ده، او امشي على حاجة واحدة وخلاص. طيب لو انا عايزة امشي على حاجة واحدة وخلاص هعمل ايه؟ اولا في الشتاء بنحتاج ان بشرتنا تاخد شويه حاجات تقيله شويه، يعني كريمات الليل. ابتدي بقى انا عايزه احط دلوقتي كريم ليل مرطب ويبقى قوي كده شويه. هحط ايه؟ عندي المنطقه بتاعه العين وعندي المنطقه بتاعه وشي. انا لازم ارطب المنطقه بتاعه العين بحاجات العين ووشي يترطب بحاجات الوش، فكريم العين وكريم الوش. في منتجات هتلاقيها كده في السوبر ماركت، سهل قوي ان انت توصلي لها وتجيبيها، وانا بحب دايما البراندز الموجوده في السوبر ماركت عادي. فعندنا برضو ايفا كولاجين من
يعني اللاين ده بالذات لاين ممتاز في ايفا. فده كريم ليل هايل هايل هايل، اللي هو ايفا كولاجين، هايل بجد، وسعره كويس قوي قوي قوي. فهو شويه، بصوا انا قربت اخلصه، تقيل جدا، تقيل شويتين 3، بس بيغذي البشره كويس قوي واحنا نايمين. وهكذا كريم العين بتاعه برضو ممتاز. فانا ممكن اجيب دول كده واستكفى بيهم واحطهم بالليل قبل ما انام وابقى زي الفل. اوكي، ممكن اجيب كريم عادي وكريم العين فقط وخلاص، ما تلخبطيش نفسك. اوكي. الاوبشن التاني وهي منتجات لوريال الكريمز. اوكي، ده كريم العين بتاعهم، اللاين اللي عليه الغطا الاحمر ده ممتاز. انا جربته عندهم كل حاجه، انا جربت كل حاجه عندهم بجد حلوه قوي، وبرضو اسعارهم الى حد ما كويس. فده كريم العين، وكريم الليل بتاعهم ممتاز، كريمات الليل بتاعتهم خطيره. فتقدري تجيبي كريم الليل بتاع اللاين ده والكريم العين ده، فعندك اهو 2 اوبشنز. تمام. طيب يا ستي، انا عايزه احسن اكتر، عايزه اوبشن تاني. اديني بقى موضوع السيرم ده عشان انا مش فاهماه، اجيب ايه واعمل ايه؟ ولو جبت ريتينول، ولو جبت الهايلورونيك اسيد، ولو جبت احطهم. احكي لك بقى قصه السيرم دي بالراحه كده. بالنسبه بقى للسيرم، احنا عندنا سيرم بيبقى صغير كده للعين. في اتجاه دلوقتي من الشركات كلها ان احنا نستخدم سيرم. ليه نستخدم سيرم، ما نستخدمش كريمز؟ علشان المادة الفعالة اللي موجودة في السيرم بتكون سريعة الامتصاص، فوشنا بيقدر يستفاد اكتر واسرع بكتير من المادة الفعالة لما بتبقى موجودة في الكريمز. اوكي، فبنقدر ندخل لبشرتنا كمية مادة فعالة اكتر، سواء بقى هايلورونيك اسيد، فيتامين سي، ريتينول، كل الهلمة دي بتدخل اسرع وبنستفاد بيها اكتر. بس بنحتاج ان احنا نحط معاها اي كريم مرطب. اوكي، فالكريم المرطب الممتاز ده كبير وسعره حلو وبيقعد معانا كتير قوي، ونقطة بسيطة ومفيهوش معطر وممتاز، اسمه سيرافي. صح، سيرافي اهو. نيجي بقى هنا للسيرم بتاع العينين، ده من لاروش بوزيه، ممتاز وهايل وتحفة. واكيد اي سيرم بيساعد على ان هو يقلل لنا من الخطوط اللي تحت العين، ووشنا بيستفاد بيه اسرع وتحفة. ده خطير. اوكي، من لاروش بوزيه. في واحد تاني فيه هايلورونيك اسيد من لوريال اهو، الهايلورونيك اسيد بتاع الوش او بتاع العين. ده انا ساعات بستخدمه تحت العين، فبجيب واحد وبستخدمه تحت العين وبستخدمه الوش كله. اوكي. طيب اقدر احطه قد ايه؟ انا ممكن احطه كل يوم، ما عنديش مشكله في ان انا احط ده كل يوم. في ناس بتستخدمه مره الصبح ومره بالليل، انا بحطه بالليل بس. تمام. بعد كده يجي بقى دور فيتامين سي. اذا عندي السيرم بتاع فيتامين سي، يستحسن ان انا ما استخدموش كل يوم. فيتامين سي ده بيحسن جدا من شكل البشرة ومن توحيد لون البشرة. يعني مش بيبيض بس، بيخلي لو عندنا بقع ولا حاجة او حتة وحتة، بيحسن من لون البشرة كده ومن نضارتها. ففي في براندز كتيرة جدا. انا استخدمت من جارنيه وممتاز الحقيقه، بيتشرب بسرعه جدا، وفعلا ما عمليش التهاب او حاجه، لان انا بخاف من فيتامين سي لانه احيانا بيعمل التهابات شويه. المهم ان انا احطه بالليل، ما احطوش الصبح. ممنوع ان احنا نحطه الصبح، هو والريتينول. اذا ناويه تحطي ريتينول او عايزه تحطي فيتامين سي، خليكي دايما تستخدميهم في الروتين الليلي مش الروتين الصباحي. بالنسبه لي ما بعملش ميكس، يعني ما بحطش فيتامين سي مع هايلورونيك اسيد، لا خالص. انا النهارده هستخدم فيتامين سي، انا عامله مرتين في الاسبوع ل3، هيبقى روتيني الليلي فيه فيتامين سي. خلاص، يبقى مفيش بقى هايلورونيك اسيد، مش هقعد احط حاجات على حاجات. تمام. فهحط مثلا النهارده فيتامين سي، يبقى خلاص كده هحط فيتامين سي، هحط الكريم المرطب بتاعي وخلاص على كده، وهنام عايزه وشي يستفاد بده. اوكي. بس فيتامين سي ما بنحطوش تحت العين، وما بحطوش بصراحه حوالين البق، حتى لو قالوا اوكي انا ما بعملش كده.
والريتينول ممنوع منعا باتا. الريتينول ده بيعمل على زي تقشير خفيف كده، وفعلا ممتاز ورهيب للبشرة، بس مش كل يوم، مرتين بس في الاسبوع. اوكي، وبرده ما بنحطوش حوالين البق ولا تحت العين. تمام. وبرده ما نعملش ميكس مع فيتامين سي وريتينول ونفكر ان احنا كده بنغذي بشرتنا قوي. لا، هي حاجة واحدة. الريتينول من مرتين ل3 في الأسبوع، برضو مش أكتر من كده. فإذا عندك ريتينول بتستخدميه مرتين في الأسبوع كفاية جدا. ناخد بالنا إذا حطينا فيتامين سي في الروتيننا بتاع بالليل أو الريتينول لما نصحى الصبح لازم نغسل بشرتنا كويس قوي، علشان ما ينفعش ننزل في الشمس واحنا مش حاطين صن بلوك او غاسلين بشرتنا وحاطين الروتين الصباحي، لانه ممكن يسبب لنا التهابات وبقع. سواء فيتامين سي او الريتينول ممكن يسببوا التهابات وبقع ومشاكل كتيرة جدا لو نزلنا في الشمس واحنا مش حاطين صن بلوك كويس قوي، او مش غاسلين بشرتنا من بواقي الحاجات اللي احنا حطيناها على بشرتنا من بالليل. احنا كده تقريبا اتكلمنا في كل حاجة عن السيرم. لكن الهايلورونيك اسيد تقدري تستخدميه يوميا بامان، مفيش مشكله. النوع ده ممكن تستخدميه تحت عينيكي وفي وشك برده مفيش مشكله. تقدري تستخدميه صبح وليل مفيش مشكله، بس لو استخدمتيه الصبح لازم نقفل بصن بلوك كويس قوي. انا بستخدمه بالليل فقط. تقدري تستخدميه يوميا في روتينك عادي جدا وبامان جدا. تمام. في منه بتاع العين اذا حابه بتركيز طبعا للعين، فاذا حابه بتجيبي برضو منه بتاع العين. عندنا حاجه تانية، براند تانية استخدمتها وهي بيز لاين. ده كان كريم ممتاز جدا برضو في روتيني اليومي، كان ممتاز. كنت بستخدمه طول الصيف ده، وسعره كويس قوي. تقدري بيقعد يعني، باخد نقطتين بيوحد لون البشره بفيتامين سي، وفي شويه حاجات يعني ممتازه. فتركيبته من الحاجات اللي استخدمتها وانبسطت بيها جدا خلال الشهر ونص اللي فاتوا. بقى لي شهر ونص بستخدمه في روتين بالليل. برضو في فيتامين سي، فما كنتش بحط اي حاجة تانية غيره، وكنت بحط بس كريم العين وما كنتش بحطه تحت عيني، وكنت بحط السيرم بتاع العين وبعد كده احط الكريم ده على وشي. منتجات بيز لاين منتجات حلوة جدا وممتازة، واسعارها برضو كويسة. تمام كده تقريبا خلصنا روتين بالليل. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب اكون جاوبت على كل الاسئله. واذا في اسئله تانية ما وضحتهاش سيبوها لي في الكومنتس تحت الفيديو. اذا الفيديو عجبكم بليز 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 اعملوا لي شير وكومنتس ولايكس وهارتس وحاجات كتير قوي. بحبكم قد الدنيا.